الو، مين معايا؟ أنا ميس رضوى مدرسة يارا. اهلا، ازيك؟ بحاول أكلم حضرتك بقالي فترة، بس للأسف مش عارفة أوصلك. كنت مشغولة للأسف. خير؟ يارا أكيد بلغتك إن عندها استدعاء ولي أمر، وإن إحنا محتاجين نشوف حضرتك. هو والدها كان وعدها انه يروح. ايه ده، هو ما راحش؟ لا يا فندم، والموضوع بيسوء أكتر، والمدير اداها استثناء أسبوع بالعافية. اه، الحقيقة ان انا ووالدها عندنا خلافات كتيرة قوي الفترة دي، فالوقت مش مناسب قوي يعني للزيارة. بس ده مستقبل يارا، البنت بتعمل مشاكل كتير قوي مع أصحابها. هي قالت لي مشكلة الاوبن داي ده، وان الناس متهماها بتخريبه، بس هي ما عملتش حاجة. للأسف هي عملت، وغير التخريب يا فندم، يارا سلوكياتها مش مناسبة، بتفتن على أصحابها وبتبتزهم وبتحرض ضدهم وبتتنمر عليهم. ايه؟ كل ده بنتي بتعمله؟ للأسف أيوة. ازاي؟ طيارة دي ملاك البيت. واضح إن يارا متأثرة بانشغالكم عنها أنت ووالدها وبالمشاكل اللي بينكم، فبتحاول تخلق مجتمع تاني ليها علشان يلهيها عن الحب والوقت اللي هي محتاجاهم. حضرتك لما تيجي ممكن نتناقش في الموضوع ده، وتبقى معانا الأخصائية الاجتماعية ونفهم منها أكتر. انا حاسة انك بتتكلمي عن واحدة تانية غير بنتي. للأسف يا فندم، ولادنا دايماً بيكونوا ضحية مشاكلنا الشخصية. معاكي حق، انا هاجي المدرسة النهاردة.